من أروقة العلم في كلية الهندسة إلى بداية تحقيق الحلم. لم تكن بداية الهندسة ابتداء هنا، ولكن كانت امتدادا لما جئت به من بلد السودان. وهنا وجدت من العلم والفهم والمعرفة ما قد أضاء لي الدروب وفتح لي من السبل العلم ما شاء به الله. كانت وما زالت وستظل كلية الهندسة جامعة قناة السويس بالنسبة لي تقتضم الشغف وتقتضم الأحلام وتفتح الدروب لتحقيقها. هنا كلية الهندسة، واسمعوا بقية القصة. وسط المدينة التي اتصفت بالهدوء وكانت سنترا تدور حوله المنشآت الصناعية والمدن الصناعية. مدينة إسماعيلية، المدينة الخلابة الساحرة الجمال المتصفة بالهدوء دائما. هنا بدأت رحلتي، وهنا ستكتمل الرحلة إن شاء الله. في قسم الإنتاج والتصميم الميكانيكي لم يكن الأمر مجرد دراسة، ولكنها بداية لمسيرة تصنع مهندسا حقيقيا. من التجارب التي ستظل خالدة في ذاكرتي هي مشاركتي في مسابقة ايفر ايجيبت للسيارات الكهربائية التي كانت في العام الماضي في مدينة العالمين الجديدة. لحظة تتويج بعد شهور من التدريب والعمل جعلتني أؤمن أن الحلم يصبح واقعا حين تمنح الثقة والفرصة. لكن ما الذي يميز التجربة هنا عن كل مكان آخر؟ هي العلاقات الإنسانية التي تتكون وتأخذها معك في طريقك، التي تكونت بالنسبة لي في إدارة الجامعة، وحدة الوافدين، هيئة التدريس، شؤون الطلبة، وجميع المكاتب التي لا يسعني ذكرها. كلهم يعملون لغرض واحد ولهدف واحد، هو إفادة الطالب، والتي تتأتى من توفير الجو المناسب والجو المميز للتحصيل الأكاديمي وللتحصيل العلمي وللفائدة الشخصية. هذه حكايتي، وأنا محمد المؤتمن الطاهر، قسم التصميم والإنتاج الميكانيكي من السودان، الفرقة الثالثة، كلية الهندسة. وها أنا اليوم أطوي قصتي، وها هو دورك، اروي قصتك.